هذا ليس مشهدا من أفلام هوليوود أو بوليوود، وإنما محاولة لشباب يمثلون في فيلم صومالي بمقدشو. هذه المجموعة من الشباب تقوم بإنتاج أفلام مستوحاة من الواقع المعاش في الصومال. محمد علي جيلاني هو صاحب الفكرة وقائد المجموعة، ويقوم بأدوار متعددة، فهو مؤلف قصص الأفلام والمخرج وبطل الفيلم. مهامه يقول إنها تواجه صعوبات، منها طبيعة الظروف والإمكانيات الاقتصادية. كل عمل مبدع وجميل يشاهده الناس وراءه متاعب وعقبات. نحن نقوم بإنتاج هذه الأفلام حبا لهذا الفن، ولا توجد جهة تدعمنا، نعتمد على أنفسنا فقط. وكما تعلمون تكثر التحديات في مقديشو، من إغلاق الطرقات في بعض المرات. أنتجت المجموعة فيلمين، وتقوم حاليا بإخراج فيلمها الثالث الذي يحمل اسم السياحة، وتدور فكرته حول مجموعة من الشباب الصوماليين الذين يحاولون التمتع بجمال بلدهم واستكشاف أماكنه السياحية، لكنهم يتعرضون لهجوم من مجموعات مسلحة، ما يحول رحلة المتعة إلى مشقة وكفاح. غير أن انتصار البطل على العناصر الشريرة يحمل بصمة أمل لمستقبل الصومال. فائزة حسين هي الممثلة الوحيدة في المجموعة. شغفها بفن التمثيل وإيمانها بأهميته شجعها على كسر تقاليد المجتمع الصومالي المحافظ. وتقول فائزة إنها أصبحت مادة للنقاش والجدل بين مؤيد ومعارض لها، وتؤمن أنه سيأتي يوم يسلم الجميع فيه بصحة مسعاها. لكل شخص منا هوايته المفضلة، وهوايتي هي التمثيل وأحبها كثيرا. تأتيني تعليقات مستنكرة وأخرى مشجعة كوني فتاة وأعمل ممثلة، لكن لا ألتفت إليها وأركز على عملي وإتقانه، لأنني موقنة أنني سأحقق هدفي يوما ما، وأن الجميع حتى من انتقدني اليوم سوف يفرح بإنجازاتي. حظيت هذه الأفلام باهتمام الصوماليين ولفتت انتباه كثيرين، ونالت نسبة مشاهدة كبيرة سواء عبر الإنترنت أو المحطات الصومالية المحلية. ويقول عمر أحمد منتج ومصور المجموعة الذي لم يكمل عقده الثاني بعد، أن بإمكانهم إنتاج أعمال درامية وفيلمية لا تقل قيمة عن نظيراتها العالمية إن توفرت لديهم الأجهزة الضرورية. الأجهزة التي نستخدمها متواضعة وليست حديثة إلى حد كبير، لكن مع هذا نجحنا في إخراج مواد فيلمية آسرة نالت إعجاب الجميع. أعتقد أن بإمكاننا تطوير عملنا بشكل أفضل إن تلقينا دعما وتوفرت لدينا أجهزة حديثة. هذه المبادرة وغيرها من الشباب الصومالي تثبت أنهم رغم المحن والشدائد التي تعاقبت على البلاد، فإن روح الإبداع والإصرار لم تمت، بل تفاجئنا بأعمال وأفكار تبشر بفجر واعد للصومال. ربما لن تكون الشاشات المحلية الصومالية بعد الآن حابسة أفلام أجنبية مدبلجة مع ولادة هذه الأفكار والجهود، لكنها جهود تحتاج إلى من يتبناها تمويلا وتوجيها كي تؤتي أكلها. جامع نور، الجزيرة، مقدشو.